عمي عبد المجيد تبون الله يعطيه الصحة، فين ما دار شي لقاء تلفازي كيعطينا مواضيع دسمة هاكو فاش تدويو، لأنه بصح كل ما هضر كل ما حنا المغاربة اش تنديرو ما يثير انتباهي هذوك الصحفيين اللي كيكونوا معاه كتلقاهم دايرينها اش تيقول، واش بصح، واش هاد الارقام بصح، واش هادشي هو هذاك؟ محال، لانه الواقع شيء اخر. المهم في الخرجه ديالو بدا تيقول دويلة صغيرة يستهزئ من دولة عظيمة كبيرة كنعرفوا بأنها الآن من بغينا ولا كرهنا الإمارات الآن من أحد صناع القرار. كيف ما كتسمعوا الإمارات تملك ما لا يملك غيرها، مشاريع استثمارات اللي مهمة وحيوية في الحياة. عمي عبد المجيد كيهضر على دويلة الإمارات وهي شادة الموانئ والمطارات ديالك. شفناه كيفاش كيقول لهم ما ندموش لأننا عرفنا الإمارات راه ماشي سهل أنك تضحك عليها. الإمارات ثانية معك عقود شادة من عندك أحسن وأجود والحاجة المهمة اللي خصها تكون ديالك اللي هي الموانئ الداخلة والخارجة كديرها الإمارات كل شيء ديالها. المهم الإخوان، دولة الإمارات دولة شقيقة عربية دائما نقولها ونكررها، نجدها بجانبنا. يكفي أنك تتحدث مع الشعب الإماراتي تجده طيبا ويحبك كونك مغربي. إجماع الشعب الإماراتي على حب المغاربة لا يصدق، كلام طيب كلام جميل، وهذا الشيء كيخلينا احنا كمغاربة نردوا بالمثل، لأننا بصح نحن كشعب مغربي نحب الشعب الإماراتي ونحب دولة الإمارات ونتمنى لها دائما الازدهار والتقدم وشراء كل ما هو حيوي في المناطق المجاورة للمغرب. كنعرفوا بأن العلاقة ديالنا معهم جد 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 طيبة، خصوصا المصلحة ديال الدولة ديالنا والدولة ديالهم. اللهم أدمها نعمة. عمي عبد المجيد وبارك علينا دويلة الإمارات ودي اش غنقول لك، الإمارات راه هي اللي حاكمة في العرب وكون على يقين. السلام عليكم.